نعيم تحت الماء. الو سوبر هنيدي. ايه يا عم، انا لو كنت بكلم سوبر مان ولا باتمان كنت زهقته لغايه ما رد عليا. ايوه يا سيدي. لا مش هينفع في التليفون، انا قاعد مستنيك على القهوه اللي تحت البيت. ايوه سلام يا ريس. يا ريس، واحد زبادي فواكه كبير تاني. قلت تاسع، انت ايه حكايتك؟ شكلك كده هتقوم تجري فجأة ومش هتحاسب. ترم نفسك، انا علواني باشا. اجري؟ انا اجري؟ اجري انت، هات الفخفخين اوام يلا. لا مؤاخذة حضرتك، انا اسف. يا بس باشا اصل حضرتك كده يعني شكلك غريبة عن المنطقة. اتفضل يا استاذ سوبر هنيدي، اتفضل. اهلا. انا مستعجل جدا ومش فاضي وهخش في الموضوع على طول. انا تحت امرك، اتفضل. جدي علوان باشا كان قبطان، وهو أول واحد سكن وعاش في شرم الشيخ من 60-70 سنة. خش في الموضوع لو سمحت. لما حصل العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. عدوان ثلاثي ازاي يعني؟ مش فاهم. واضح إن حضرتك مالكش في التاريخ. سنة 56 هجم علينا إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. يا راجل، واحنا عملنا ايه؟ عملنا إيه؟ انتصرنا عليهم طبعا. رجاله طول عمرنا حضرتك. المهم لما قام العدوان جدي لم كل ثروته في اليخت بتاعه، وكان هيسافر من شرم الشيخ على افريقيا، بس اليخت اتضرب وغرق وعليه ثروة جدي كلها، صندوق مليان مجوهرات واحجار كريمة نادرة جدا. والمطلوب؟ اليخت غرقان في حتة خطر قوي، كل ما حد يحاول يوصل له يغرق. الكنز لسه موجود وانا عايز اطلعه، وقالوا لي مفيش غير سوبر هنيدي. بس دي مخاطره يا فندم. انت بتقولي كانوا بينزلوا وما بيطلعوش تاني، صح؟ حضرتك بقى عايز تخلص مني ولا ايه حكايتك؟ ارجوك يا سوبر هنيدي، ارجوك، انت قمت بمغامرات اصعب من كده بكتير. طيب اديني وقت افكر. بس هو ايه اللي خلى الناس اللي نزلت تدور على الكنز ما رجعتش تاني؟ سمك القرش. هو فين علواني باشا؟ انا قلت مش هيحاسب، والله ما انا سايبك. ده شرب محصول فاكهة بحاله وما دفعش مليم. فلوسي ولا زفت. هات الفريلا من الصندارة اوام. الحاجة الوحيدة اللي ما بتستفزش سمكة القرش هي سمكة القرش نفسها. يعني نفهم ايه من المداخله العبقريه بتاعت سيادتك دي؟ أنا عابدين هخترع لك يا هنيدي غواصة على شكل سمكة قرش بالظبط، غواصة بكشافات نور ضخمة. واحنا هنهبب ايه بالنور تحت الميه؟ الأعماق طول عمرها ضلمة يا حبيبي. يعني انت دلوقتي لو دخلت في بطن صلعة ده تفتكر انت هتشوف حاجة؟ لا طبعا، اهو البحر زي بطن صلعة بالظبط. طيب ربنا يستر والبحر ما يكونش مليان غازات. الغواصة معمولة بكاتم صوت، كراسي جلد، جنوط سبور، تكييف، شنطة رحلات، سماعات 1800 واط مع سي دي بلاير. مفيش سي دي وصالك. في دي في وشك. وهديلك مع الغواصة السنة ضمان. ها قلت ايه؟ والغواصه دي تاخد منك شغل قد ايه يا نجم؟ يومين. طب في الاوام، في الاوام احسن اغير رايي. ايه يا عم ده 500 كيلو؟ هو احنا مهاجرين استراميا؟ اوه لجنه. اربط الحزام يا فهد. رخصة حاضر يا فندم. بس هو في حاجه حضرتك؟ في انك بتنقل مخلوقات بحرية من غير تصريح. لا يا فندم، لا. دي حضرتك غواصه على شكل. انا ما بتكلمش على دي، انا بتكلم على كلب البحر اللي جنبك ده. ابص الروح فجأة لقيتني
لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة، خدت على قفايا فجأة. ها عملت ايه؟ غسلت لك الغواصة غسلة معتبرة. كشفت على الميه؟ كشفت لك على المية والزيت تمام، والبنزين فول تانك ما لقيتش 92، حطيت 80 مخفوق بكثير من الزيت، وسخنتها لك وجاهزة على الانطلاق. اتكلنا عليك يا رب. الرخص انا حطيتها لك في الشماسة عشان لو قابلتنا لجنة في المية ولا حاجة ما يبوخوش زي ال200 لجنة اللي قابلونا في طريقة شرم اللي فاتوا. اهم حاجه بس انه ما يكونش فيه رادار. يلا اكلك وشربك معاك، ها؟ عشان مش هنقف نشتري اي حاجه في السكه، خلينا نروح ونيجي قبل الزحمه. لا تقلق يا عمو، كله تمام ولسه جاي من الحمام. يلا بينا. نهار اسود، هو عابدين حاطيننا في الغواصه موتور طياره ولا ايه؟ الصبر يا عمو، كله هيبقى تمام. مش مصدق الجمال ده يا عمو. وانت لسه شفت حاجه؟ احنا في احلى منطقه في العالم. الحياة في البحر أشيك كتير من الحياة على البر. البر اتخلق جميل، بس البني ادمين هم اللي بوظوه ومالوش زباله. انما السمك اخلاقه محترمه محترمه. عارف ازاي يحافظ على المكان اللي عايش فيه؟ ليه يا رب ما خلقتنيش كلب بحر بحق وحقيقي؟ فاضل قد ايه على مكان السفينه؟ تقريبا وصلنا. خش يمين اللي جاي. واضح ان سمك القرش حول السفينه لفندق. ايه ده؟ طب هنعمل ايه دلوقتي يا عمو؟ احنا هنقسم نفسنا فريقين. وانت شايفنا يعني 12 واحد؟ اخرس بقى واسمع الكلام. خرس. انت هتدوس على الزرار اللي بيطلع ريحه سمكه القرش النتايه، ها؟ ريحه السمكه النتايه هتشد السمك الذكر، هتاخدهم وراك لفه في البحر لحد ما ادخل السفينه، اطلع الصندوق واخرج اوام. طب افرض طلع فيه سمك قرش عفيف ومالوش في الستات، هنعمل فيه ايه؟ بص يا صلعت، مفيش في كوكب الارض اي مذكر عفيف، سواء كان مذكر الانسان او مذكر الفيل او مذكر سمك القرش، كلهم واطيين. طب اتكل انت على الله وخليك واقف على الباب وانا هتصرف. اهو انا كنت عامل حساب سمك القرش للاطفال، وجبت لهم شوكولاته بطعم البني ادمين. خد يا كوكو، خد يا حبيبي، خد خد يا كوكو. انت فين يا صلعت؟ أنا النهاردة عزمت كل التلفزيونات العربية علشان تشوفوا حاجتين مهمين. الأولى هي كنز جدي علوان باشا، أقدم قبطان في مصر، واللي ناوي أتبرع بنصه للأيتام. والحاجة التانية
إننا بنحتفل بالسوبر هنيدي اللي قدر بشجاعته أخيرا إنه يجيب لنا الكنز اللي بقاله تحت المية أكتر من 70 سنة، هو وصديقه اللي صديقه الله. أمال فين صاحبك يا سوبر هنيدي؟ الو، الحقني يا عمو، انت فين يا ابني؟ البنزين خلص من كتر اللف، ورجالة سمك القرش هتقرقش الغواصة. طيب افصل الريحة. الزرار بتاع الريحة معلق والسمك على آخره وممكن يفرتكوني في أي لحظة. دول كأنهم عمرهم ما شافوا سمكة قرش 6 أبدا. لا هم شافوا كتير طبعا، بس زي ما قلت لك الصنف المذكر ده عينه فارغة. طب وإيه العمل يا عمو؟ مهمتك انتهت يا صلعت، وبعدين بصراحة بقى هو ده أنسب مكان ليك تكمل فيه بقية حياتك، وما تخافش محدش هيأذي كلب بحر في مية. سلام بقى. يا سلام بقى لو عابدين يحصلوا. الحقني يا عابدين، زرار ريحة الستات باظ وسمك قرش الرجالة عامل قلبان بره. ما تقلقش يا صلعت، كله معمول حسابه. على ايدك الشمال فوق كده هتلاقي كده يعني زرار احمر، ايوه لقيته مكتوب عليه اعمل ميت، دوس عليه بسرعه. طب وبعدين؟ يا عابدين، يا عابدين!